بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اهلا بيكم حبايبي في انا ومطبخي. لو اول مره تشوفوني انا اسمي فاطمه، اتمنى تدعموني باللايك والشير وتعملوا متابعه حلوه زيكم كده. انا هعمل النهارده مخلل الجزر العادي خالص زي امهاتنا ما كانت بتعمله زمان، من غير اي افتكاسات ومن غير اي صعوبه. انا لقيت الجزر ب5 جنيه، وفي الكيلو ونص ب5، هو رخيص دلوقتي، فتقدري تخللي وتاكلي مخلل زي السكر. بتجيبي الجزر زي ما انت شايفه، بتغسليه غسله حلوه، تنضفيه كده، تغسليه غسله حلوه وتحطيه في بلاستيك، وزي ما انت شايفه كده بتقطعيه 4 تربع. ممكن لو لقيتها طويله بتقسميه ل4 تربع، بعدين تعمليها من النص تاني تديكي 8. زي ما انت شايفه انا بعمله كده. هتطلعي كميه كبيره وهتقضيكي باذن الله. ممكن بقى تعمليه بالتقطيع اللي انت عايزاه، عايزاها رفيعه، عايزاها تخينه، عايزه تعمليها اللي هي السكينه المشرشره دي، بتدي شكل حلو. بس انا ما عنديش، استخدمت السكينه عادي، فمش هنقف يعني. دلوقتي بصي، قطعت الجزر كله زي ما انت شايفه شرايح طويله اهي. بصوا كله زي بعضه كده، اداني كميه حلوه قوي وهتنفع معايا. دلوقتي احنا هنعمله اللي هنخللوه. هنجيبه البرطمان عندي. طب بنحط نص البرطمان، فيه غلطه عملتها وهقول لك عليها دلوقتي. حطيت الميه زي ما انت شايفه كده، انا ما بعايرش، انا بحط بالبركه. وحطيت نص كوبايه خل، وحطيت الملح قد ايه على حسب الميه. انا حطيت دلوقتي 3 غطيان ملح بيعادل 6 معالق سكر، 6 معالق ملح من المعالق بتاعتنا. فبقلب زي ما انت شايفه كده، برج الملح والخل. الخل بيدي مزازه وبيعتبر ماده حافظه، بيبقى جميل. فيه بيحطوا بقى سكر بيعدل الحموضه، انا ما بعملش كده، انا بعمل الطريقه دي. بدات احط الجزر واحده واحده. ايه بقى الغلطه اللي انا غلطت فيها دلوقتي وانا بحط المخلل؟ اللي انا خليت منسوب الميه ايه، كتير. يعني بصي، كل ما بحط الجزر كل ما منسوب الميه ما بيطلع لفوق والجزر يبقى فوق والميه تحت، لا، بتفضيه، بتخلي ربع البرطمان معاكي ميه. تفهميني؟ المهم حطيت، بص انا كده فضيت الميه وحطيت الجزر كله زي ما انت شايفه كده، الملح والخل، وخلاص. بحط الكيسه دي ليه بقى؟ بتمنع اي تسرب هواء، فما بيعملش ريمه البيضه اللي بتشوفيها. لما بتفتحي البرطمان كده تلاقي ريمه بيضه ما بتشوفهاش، بتحفظها من الهواء. واحلى مخلل، وكل سنه وانتم طيبين.